ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم احمد بيه. للاسف الشديد بني ادم لسه يومي بادئ من شويه بثبت الموبايل عشان اصور لكم الفيديو بتاع كل اسبوع. فجاه يحصل ايه؟ الموبايل يقرر يجيب شاشه. يعني انا ظابط الكاميرا دلوقتي بطرف شاشه الموبايل كده. فالحمد لله على كل حاجه، يا رب الفيديو يطلع تمام. تاني حاجه حابب اشكركم على وصولنا 20000 سبسكرايبر، او زي ما بيقولوا في الدول المتقدمه 20000 مشترك. ما بعرفش اقول حاجه في الحاجات دي، بس فعلا انا بحبكم قوي واحد واحد. وشكرا لكل واحد داس لايك داس سبسكرايب كتب لي كومنت. طبعا يا حبيبي مش معنى ان احنا وصلنا ل 20000 يبقى انت كده هتنام، لا، في 30 اصحى. النهارده حابب اكلمكم عن مشكله بالنسبه لي، موضوع مش عارف افهمه زي كل حاجه انا مش عارف افهمها في الدنيا دي. النهارده حابب اكلمكم عن ظاهره او مشكله، هي مش مشكله واحده، هم مشاكل، هم حبه مشاكل متجسدين في هيئه اشخاص، الفود بلوجرز او الفود ريفيورز. خلينا نقول عليهم الفود بلوجرز. تعالوا نشوف الناس دي اختراع ولا في الضياع. تعالوا نشوف ايه الدنيا. حطينا طعمية على المكرونة. انا لسه قاعد واول فيديو افتحه عدنان عايز يحط طعميه على المكرونه. حطينا طعمية على انا عايز طعمية على المكرونة. لا على طعمية. يعني الراجل حتى مش مقتنع، حتى هو قالها له كذا مره بس هو مش عايز يسمعه. هو بيقول له بطاطس على المكرونه، يعني حاسك مريض نفسي شويه. اديله طعمية على المكرونة اهو، ادي 1 2 3. صباح الفل. صباح العسل. بس ايه اللي انا شفته من شويه ده يا عدنان؟ اختصر لحد حته المكرونه بالطعميه دي عشان عايز اعرف هل هو هياكل الشيء ده ولا لا. فين بقى ايه؟ هات طعمية. تخيل انت واحد بيقلي طعميه في امان الله، ويخش لك واحد عليه طبق مكرونه مسلوقه وعليها معلقه صلصه، لك طعميه حط لي طعميه. ما اعرفش، بس انت اي حاجه انت هتعملها هيبقى غير انك بتحط له طعميه على المكرونه. انا مثلا اطفي على النار كده اقعد اتكلم معاه اقول له مالك في ايه، احكي لي اللي جواك، سيبك يا عم الطعميه والمكرونه دلوقتي، قول لي انت كويس، ممكن اسمع مشاكلك، يعني مفيش اي مشكله. انا عايز اقول لك ان المكرونة بالطعمية اختراع. انت اخترعته فين؟ ايه الموقف اللي انت اتحطيت فيه عشان يبقى قدامك طبق مكرونه وطبق طعميه؟ قول كده لنفسك يا عدنان، ما احط حته الطعميه دي على المكرونه هيجرى ايه يعني؟ ويدوق. انا مش عارف اكمل اللي انا بوصفه لان انا جيت اتخيل طعمها قرفت. مش قبل كده جرب ياكلها، بس انا اكيد حد من المتابعين اكلت عدنان اكيل وغاوي. حد هنا من اللي بيتفرجوا عليا من اكله عدنان، يا ريت يوصف لي تجربه الطعميه بالمكرونه دي في الكومنتس. الطعميه اهي تحت اهي، والمكرونه اهي فوق الوش. ارجوك دوق يا عدنان. عايزك تاكل الاثنين مع بعض وتسمي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نار 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 نار. اختراع في الجماليه، احلى مكرونه بالطعميه. دلوقتي جبت سيره منطقه الجماليه ليه؟ الجماليه ما فيهاش راجل بيعمل مكرونه بالطعميه. انت رحت لواحد بتاع مكرونه عمل لك طبق مكرونه ما كانش مدرك هي ممكن توصل معاك بايه، تقوم واخد الطبق وطالع على بتاع الطعميه ويحط لك طعميات على المكرونه، والراجل اصلا مش مقتنع. الجماليه كلها مش مقتنعه باللي انت بتعمله، بس هو حابب يلبسها في المنطقه. خدتوا بالكم يعني اللي هو احلى مكرونه بالطعميه تاكلوها في الجماليه. عم ناجي عند راجل محترم عم سعيد، صباح الفل رعشه. هو ليه اخر حاجه قالها رعشه بدون اي سياق؟ يعني اللي هو ازيكم يا جماعه، صباح الخير صباح الفل رعشه، يعني ايه؟ عايز ايه دلوقتي؟ والفيديو خلص. وسع ايه بس؟ ثانيه واحده، ده ممكن نرجع بس الاول ثانيه. ايه ده؟ انا شايف حاجات كتير قوي ما لهمش اي علاقه ببعض. شاشه كمبيوتر، اكياس سودا، كرتونه، طبق فيه معلقه. مش فاهم السيت اب عامه، يعني عايز اعرف ايه علاقه كل حاجه ببعض، بس ده كان سؤالي. وسع رشاد ابن الشيخ بياضه، يعني البطنيه واحلى شويه مكرونه بينزلوا كده في قلب الميه السخنه. وايه حكايه اكله عدنان مع المكرونه؟ ليه بيحب يروح يجرب مكرونه مسلوقه عادي بشويه صلصه في اخر الدنيا؟ ممكن يسافر لها، ممكن تلاقيه راح اسيوط يجرب مكرونه بالصلصه عادي، ويقابل راجل تاني يحط له مثلا عليها. والله ما الاقي حاجه اغرب من الطعميه اللي هو حطها على المكرونه. رايح جاي بايده الاسباجيتي، يعني الواحد يفطر بيهم من 8 الصبح عنده. 8 الصبح اصحى اروح البطنيه اكل طبق مكرونه، شويه مكرونه مزاج المزاج. بص وهو نازل كده الله في قلب الطشت. هو سالق شويه مكرونه عدنان، ما تقفورهاش بعد اذنك. والاحلى الحلل كل ستات البيوت المحترمين بيجيبوها لرشاد عشان يحط شويه مكرونه والصلصه الجامده الحلوه. هو ستات البيوت ليه ممكن يعطلوا في حاجه زي دي؟ ليه يوصلوا لحته ان هم مش قادرين يسلقوا مكرونه ويحطوا عليها شويه صلصه؟ طب يا عدنان ممكن تقول لي فين بالظبط؟ جيت هنا عشان اصور. انت طلعت منين مبدئيا؟ ايه ده؟ ليه كان مستخبي جوه لحد ما الكاميرا مان بدا يصور؟ اللي هو ايه بتصور؟
اطلع يعني. وان هو يعتبر من الضرب الاحمر، وفي مدرسه اسمها خالد بن الوليد. يعني انت بتتكلم في الضرب الاحمر، والله مش عارف. لبنان يا جماعه بيجودي بطرق تحس ان انت ممكن تخاف عليه. يعني لو قال لك رايح مشوار انت ما تبقاش عارف هو هيودي نفسه في عزبة ابو مش عارف مين، ممكن يسافر 5 6 محافظات عشان يجرب اكتر حاجه عاديه انت بتعملها في بلدك. انت هتشرب ميه، لا هو عدنان هيروح مثلا لحد السويس عشان خاطر يجرب الميه من عند الراجل الطيب ده. بتلاقيه بقى هناك بيودي مع اوبن ذا دور. السلام عليكم. الراجل ده مظبوط صح الصح. ربنا يكرمك. شايف حاجه في الموبايل؟ هاي احمد. تاني مشكله معانا النهارده المزاجنجي. وايوه انا هفضل اتكلم ان هما مشاكل. انا المزاجنجي فعلا طلب كتير قوي. انا فعلا ما بحبش المزاجنجي، ما بحبش اتفرج عليه. انا مش الشخص الصح اللي بيوصل له الطاقه دي، لا انا بيوصل لي طاقه تانية خالص، طاقه شراهه وافوره وزعيق وجعير وبتاع، وانا ما بحبش انا الحاجات دي. تقريبا هو المنافس الوحيد لعدنان، هما الاثنين دول دايما راسهم قدام بعض على طول. بس على الاقل عدنان يعني انت ممكن تسمعه. عشاق بقى التغيير والناس اللي بتحب تاكل اكلات مختلفه، وحياه امك لا اجيبك. يا ما تمسك شوكه، ما تقول له يجيب لك شوكه. انت ليه خايف تطلب شوكه؟ او انت ليه عامل نفسك فاهم وخلاص؟ تجربه اكل صيني 100%. لا مش معقوله حتى. طب واحده طيب بسم الله. يعني الحمد لله. انت فاشل. ما خلاص مش هنحاول كتير. كل بايدك اتصرف. بتاكل بتاع ده ازاي؟ طبعا انت مش فاهم اي حاجه صح؟ لا انا فاهم كل حاجه حبيبي. يا احمد تعالى. دي اكيد طبعا دي فكره المزاجنجي. قال له بص انا عندي فكره روشه قوي، انت هتعمل لنفسك مش عارف حاجه وبتاع، فانت هتخش بقى وتقول ايه، تعالى يا احمد وانا مصري زيك، انا صبح عم حاج. انا نص مصري نص صيني. لا انت صيني اصلي. صيني اصلي يا راجل. ده الصين بتاعت اللي مش اصلي. يا جماعه انا مش هتكلم عن حاجه غير نظره الراجل الصيني اللي جنبه. احنا كلنا عارفين نقرا البصه دي، وانا ايه القرار اللي انا خدته من شويه ان انا اقعد معاه واتفق معاه على حاجه. وانا بعمل ايه هنا او هو بيعمل ايه هنا؟ طب ما انا كنت عايش حياتي تمام وبيجي لي زباين. انا في مطعم. انت اسمك عثمان؟ ايوه عثمان. انا حاسس ان حاجه غريبه قوي ان صيني يبقى اسمه عثمان، حاجه عنصريه شويه مش عارف. يعني المفروض كنت حاسه يبقى اسمه ممكن اسلام ناصر او حاجه. انت صيني وفاتح مطعم هنا في مصر؟ ايوه صح. مطعم صيني. انت قصدك يعني ان انت فاتح مطعم صيني في مصر؟ يعني المطعم اللي انت عامله ده صيني صح؟ وفاتحه في مصر، واكيد بتعمل جواه اكل صيني. مطعم صيني 100%. اخرس بقى. ممكن ناكل، ممكن تقول لي الاطباق اللي قدامك، يعني ممكن ننجز. طب ممكن تاكل معايا؟ ماشي اوكي. مزاجنجي اذن له ان هو ياكل معاه الحمد لله. عايز اشوف هو بياكل ازاي. اهو. طب بس عايز اقول لكم حاجه ممكن تشكروني عليها، بس انا اختصرت 7 دقايق كاملين من الفيديو ده بيحاول ياكل بالتشوبستكس. يعني انا شخصيا تعبت ان انا قعدت اتفرج كل ده وما لقيتش اي حاجه غير ان هو بيحاول. فتعالوا نشوف اخر حته طيب في الفيديو. والله العظيم اهو بالتجربه. بص الاصرار والعزيمه. بص الطبع بقى يا جات لي حتتين طبعا في الثالثه. خلاص ناكل. شاطر يا مزاجنجي. ايه بقى؟ هستأذنك يعني بعد كده للمصريين نعمل لهم رز قلل الميه شويه. ماشي. تحسوا بيعاملوا على قد عقله، اللي هو ماشي يا مزاجنجي هعمل لك كل اللي انت عايزه يا حبيبي. ان شاء الله لما مصريين يجوا هبقى اعمل لهم رز. يعني احنا بنحب الرز المفرفط. بص طبعا انت المفروض تقدم اللي انت بتقدمه زي ما هو يعني، بس قصدي بس قصدي يعني ان انا بحاول ابان فود ريفيور، او هحاول ابان ان انا انتقدت حاجه. قعدت 7 دقايق ما بتكلمش ما بقولش اي حاجه غير ايه ده وايه ده، وبحاول اكل بطريقه انا ما بعرفهاش. فخليني اعلق لك على الرز شويه. خليني اقول لك انت محتاج بس تخففه شويه، عشان انت عارفني يعني فود ريفيور ليها كيان يعني. تعالى يا احمد. ايه دي اغرب انترو ممكن اشوفها في حياتي. تخيلوا يا جماعه مثلا انترو الفيديو الجاي بتاعي تلاقوا مثلا سليمان عيد بيقول لكم ازيكم عاملين ايه، معاكم احمد بيه. ليه يطلع لي اشرف عبد الباقي يقول لي تعالى يا احمد؟ حاسس ان هي اكتر حاجه اشرف عبد الباقي ممكن اشرف عبد الباقي يقولها. فاهمين قصدي؟ كل كتيبة المزاجنجية النهارده حلقة جديدة مميزة، ومعانا ضيف مميز جدا ما بيظهرش في برامج خالص. انا اشرف عبد الباقي كل ما بيتكلم في اي حاجه بحس ان هي دايما اخر مسرحيه مسرح مصر. عارفين انتوا لما اشرف عبد الباقي يخش في الاخر ويقول الرساله، واظن كده الرساله وصلت.
وكده يعني. بجد انا بحييك على البرنامج، وبجد انت عامل حاجه جميله. انا متاكد يعني ان اشرف عبد الباقي ما كانش بيتفرج على مزاجنجي او ما يعرفش ايه مزاجنجي ده، بس انتوا عارفين بقى فتح مطعم جديد فبيحاول بقى يتصاحب على الفود بلوجرز، يقول لده تعالى يا احمد، ويقول لعدنان انا هفتح فرع في الدرب الاحمر مثلا عشان يروح له يجرب سندوتش بطعم الجدعنه. طب ثانيه واحده، معلش يا جماعه، مزاجنجي هيقول حاجه بعد اذنكم. شابوه لطعم الرواق. دي فعلا نقطه كنا محتاجين نعرفها في الريفيو ده. يا نهار ابيض، حلو. يا جماعه فيديو طويل قوي عباره عن امال لو دقت بقى فالتاني يقول له فهما فالتاني يقول له فيا جماعه انا ما اعرفش مين اقترح عليا مزاجنجي، تقريبا كلكم. شكرا، ما حدش هزر معايا تاني، ما حدش يبعت لي الحاجات للراجل ده تاني، لان انا ما بعرفش اتكلم عنه. حتى ممكن نروح على المشكله اللي بعدها، التانيه مشكله وما لهاش حل مش عايز اتكلم عن الموضوع خلاص. ممكن. شكرا. شايف 2 جنيه. تالت كارثه معانا، مش مشكله، هي كارثه بكل المقاييس. اي نعم مش فود بلوجر، بس هو محسوب علينا فود بلوجر فقلت اجيبه. يعني اكيد كنتوا سهرانين قبل كده فاتحين التيك توك وخلاص هتناموا، فتلاقوا حد قاعد قدامكم كده قاعد بياكل كده وانت مش فاهم، انت مش فاهم بيعمل كده ليه، والمايك فين، انت حاطه فين بالظبط عشان يطلع نقاء صوت المضغ بالطريقه دي. وهقول لك ازاي. 4 جنيه 6 جنيه. ايوه يا اسطى، ايوه ده حقيقي فعلا. و2 جنيه مكرونه يبقى 8 جنيه. انا هعمل زي اشرف عبد الباقي ومزاجنجي دلوقتي. 2 جنيه طحينه. اوعى النزاهه، لا بالراحه على الصرف شويه يا عم، مش هتعرف تعيش كده. حد خد باله من اللي انا خدت بالي منه؟ 2 جنيه 2 جنيه شريحه بانيه. بصوا بقى هنا، و2 جنيه طحينه، طبق طحينه بسعر شريحه بانيه. دي بس حاجه خدت بالي منها يعني، مش اكتر. ان الطحينه غاليه قوي فعلا يعني. هنا تبقى بسعر البانيه، دي كارثه. روح عند اي حد بتاع فراخ قول له انا عايز ورك، هيديك الورك. قول له لا انا عايز نص الورك. انا عايز نص الورك. يعني هو الورك اصلا فيه ايه عشان يتقسم ويديولك ب5 جنيه؟ بسرعه يا جماعه، لو حد لابس سماعه يقلعها، لو حد معلي الصوت يوطيه. انا مش هقدر احل حاجه زي دي، بس هو هيبتدي ياكل. انتوا على وشك دلوقتي تسمعوا حاجه من اكتر 3 حاجات مزعجه في العالم مثلا. يعني 110 طول اليوم تاكل فراخ ومكرونه. طب ممكن تبلع بس وتكمل الهبل اللي انت بتقوله ده عادي يعني، الفيديو مش هيروح منك في حته. وطايع يا ابني ارجوك ليه هتتكلم على الوضعيه دي؟ ما انا مش سامعك. انت دلوقتي كده بتحاول تزعج وخلاص، ما اعرفش بتحاول توصل ايه. طيب خلونا نتكلم بجد، احنا عايزين نعيش الحياه دي، احنا عايزين ما نصرفش في الاكل، فخلونا نعرف من صاحب الخبره احنا ممكن نعمل ايه عشان نتغدى بالسحتوت زي ما هو بيقول. هتاخد معاك 15 جنيه. تمام. هتروح للراجل بتاع اللحمه قول له عايز حته لحمه 50 جرام. عايز حته لحمه 50 جرام. ده 50 جرام لحمه. هيحط لك حته اللحمه كام؟ هيقول لك 5 جنيه. هو يعني ايه 50 جرام حته لحمه؟ اسعار اللحمه ماشي، هو كيلو اللحمه دلوقتي بحوالي 300 400 جنيه. 50 جرام منه هي بتتحسب ازاي؟ انا محتاج مساعده. انت هتظهر فاقول حاجه. هزر فجاه. اهو دلوقتي عشان تبقى عارف، احنا دلوقتي بنحاول نوفر في الاكل بتاعنا، فانا بسمع كلام الراجل المحترم ده. يعني بص، انا ممكن اوريك الفيديو وتحاول تحسب معايا، لان انا ما عرفتش احسبها، فقلت يمكن انت ممكن تفيدني خبراتك الحسابيه. هيحط لك حته اللحمه كام؟ هيقول لك 5 جنيه. دلوقتي 50 جرام لحمه 5 جنيه. فانا عملت سيرش على اسعار اللحمه النهارده، فلقيته بيقول لك تتراوح ما بين 300 و400 جنيه. هنحسبها على 350. تمام. كيلو فيه 1000 جرام على 1000 كده 0 مش عارف كام، نضربه في 50 هيبقى قطعه اللحمه ال 50 جرام هتبقى ب 17 جنيه ونص. يعني انا لو نزلت للجزار دلوقتي ممكن يقول لي 17 جنيه ونص وانا نازل ب 15. انا لسه هجيب محشي، هجيب حاجات تانية بال 15 جنيه دي. قوسيه هتحطها على الميزان هيقول لك 50 قرش. بتنجانيه 50 قرش. حلو. الكرنب ده هتلاقي كرنبه كبيره، تقوم شايل حته صغيره من فوق. يعني لو انت عند بتاع الخضار كده، يعني هو شايفك وانت عمال بتقوم تشيل شريحه، يقول لك بتعمل ايه يا ابن الولد؟ تعالى هنا وانت تشيلها بس، ده حته بس من فوق. عم بيها صباع محشي واحد. قول له ممكن بس عندي فرخه اخد دقه كده. عندي فرخه ممكن اخد لها شريحه كرنب. انت ليه عايز تعيش حياه فرخه؟
هو مديالك على اساس انك هتاكلها الفرخه، انت تاخدها تعمل بيها محشي وتاكلها. هياكلها هو لف بصباع واحد بس. بجد تخيل الراجل اللي اداله الكرومب اصلا نفسه ياكل محشي ومش عارف. طب والله روقان يعني. الراجل ده بيعيش ب 15 جنيه في اليوم تقريبا، اقل من كده كمان. ده 15 جنيه دي كده يعني مضيع يعني. طب ايه عايزين حاجه كده يكون عامل بيتزا مثلا. هو اكيد عمل بيتزا انا متاكد يعني من غير ما نشوف. بيتزا اهي ب 12 جنيه. شايف عامله ازاي؟ لو لمستها بص من غير ما المسها يعني ايه انت لو لمستها بتبقى بالصوت. يا اسطى مش عارف هو بيحاول يعمل ايه. بيحاول يثبت ايه. البيتزا انتحرت من الشوكه. خلاص مش عايزه تاكل. رمت نفسها. جبنه موتزاريلا فرط. بس واحد عايز صباعين جبنه موتزاريلا فرط. دي اول كلمه يقولها بعد ما ورينا البيتزا. جبنه موتزاريلا فرط. طب ايه بتجيبها ازاي طيب؟ روح اي سوبر ماركت ب5 جنيه. كتير عامه لو انا هجيبها فرط. معلقه دقيق. كل معلقه دقيق. الحلقه دي عمل بيها بيتزايه كامله يا اسطى. بيتزايه يا اسطى، هي دي الحياه. هو ايه اللي حصل؟ ايه يا اسطى بياكل طوب يا اسطى. البيتزا انفجرت. انا عندي نظريه عامه يا اسطى ان الراجل ده صغير قوي يعني، هو قد كده وبيته كله على بعضه قد علبه الكبريت. عارف جيري اما كان ساكن في علبه سردين؟ عارف يا اسطى البيوت اللعب بتاعت العيال الصغير اللي بيبقى فيها بوتاجاز بلاستيك. أيوة. هو بيقعد يعمل اكل بمعلقه بلاستيك. حط معلقه دقيق، حط صباع يعمل موتزاريلا. بيتزا قد كده. فهو الكاميرا بس مبيناه كبير، بس هو في لكن الحقيقه هو يا في اسطى الحقيقة هو صغير قوي صغير قد كده. قوي. نفسك تاكل ايه بالسحتوت تاني؟ في اكلات بقى اللي انا بحس ان هي اغلى من اللازم. في حمام. تاكل حمام؟ نفسك هات في حمام. حمام؟ تعال نشوف الحمام بكام. اصل اكيد الحمام غالي دلوقتي اكيد اصطدى من على السطوح. عامة شاممها قوي. شايف بتتاكل بعضمها دي ببلاش. انا فهمت ليه خلاص، هو اكيد اصطادها فعلا. هو اصلا جاب علم اخضر وقف في البلكونه قاعد يعمل كده. جاله 5 6 حمامات مسك منهم 2. هقول لك ازاي. انا معايا نبله يا اسطى، دي حمامه شخص ما. وانا ماشي ببص كده لقيت شجره وفي حاجه عماله تعمل. في حاجة عمالة يعني بتعمل. عصافير ولا حمام؟ هو قال لك حاجة عمالة بتعمل. حمام. هو اصطاد احتياطي يمكن تطلع يمكن حمامة. تطلع حاجه قابله للاكل. الراجل ده عايش سرفايفل مود يا اسطى. أيوة. اللي هو بيخش المحلات يلوت حاجات ويروح يطبخها. وبيصطاد حيوانات يا اسطى. قلت ايه اجرب كده. انا بمشي بالنبله على طول. ليه دي مع حاجة في جيبه فعلا. ماشي بنبله يا اسطى، هو مستعد يصطاد اي ارنب معدي. رحت جايب النبله بصطاد ببيلي ورحت حاطط حبه بيلي حبه. بلي بكام يا صاحبي؟ انا مش عارف هو جاب بيلي منين اصلا. هو دايما ماشي ببلي ونبله. هو عيل عنده 7 سنين يا اسطى معاه بلي ونبله بيصطاد بيهم حمام. هو فعلا حياة عيل صغير. والناس يا اسطى واخداها على قد عقله اللي هو ماشي. عمو ممكن صباع كفته. أيوة. خد يا حبيبي هات 5 جنيه. عمو عايز حته لحمه 50 جرام. خد يا حبيبي احلى حتة أحلى لحمة حتة. ببلاش يا عم روح. 100 جرام. طب قشطه، انت محتاجني في حاجه تاني؟ لا خلاص كده. محتاجني في اي عمليات حسابيه اي. شكرا يا اسطى، الحمد لله انا كده فهمت كل حاجة. وده كان عم ايهاب. وده كان فوقش يعني. انا مش عارف ما انت تخليهاش ممكن. الكوردينه اختفي. ايوه انا لسه متعلم مونتاج. ما يهمنيش حاجه اسمها مقاطعه وهفضل طول عمري اكل من مال. إيه؟ بس مات بلدنا عبد الله امل وفهم من بعد كده توقعني كده تضحك عليا. ربنا ان المشروع بتاعه يتعمل بعد. دي مشكله كمان معانا. اسمه محمد نينو، ما اعرفش مين في الحياه اسمه نينو. والحوار زي ما انتم شايفين كده بالظبط. نصيحه مني محدش يجي قصر الكباب دي. ليه بس يا اسطى؟ ليه اللي حصل؟ وده عشان من جمال الكفته والشيش يا نينو بقى يا عم. ما بص بطل تلعب بمشاعري بعد اذنك. بطل يا نينو تلعب بمشاعري لو سمحت. بجد مش فاهم، هل انا كده ما تقول لي في اول ثانيه ان انت في حاجه وبعدها يطلع ما فيش حاجه في نفس الوقت؟ عايز تجر رجلي عافيه يعني؟ انه يعمل سندوتش برجر وتشيكن ب 20 جنيه بس. ايه طريقه التسويق دي بجد؟ دي اغرب حاجه ممكن الواحد يشوفها في حياته. حاسس ان لو محمد نينو ده صاحبي هيفشخني مكالمات غريبه. تخيل مثلا لو كان بيكلمني: ايوه يا احمد الحقني انزل لي بسرعه، عايزين نقعد مع بعض على القهوه عادي. يا احمد انا بموت من كتر الضحك على الميم اللي انا لسه بعته لك. شفته ولا لسه؟ حاسه هيبعت لي رساله يقول لي: يا اسطى في واحد بيدور عليك وقلب عليك الدنيا وانا اديته عنوانك وزمانه جاي لك دلوقتي، هتلاقي اسمه رمضان كريم وكل سنه وانت طيب يا اسطى، وعقبال ما نبقى دايما متجمعين في الخير. الفود بلوجرز عامه بحر واسع قوي يعني. دي بس
شريحه من فوق، لكن مصر كلها بتعمل فود ريفيوز دلوقتي. انا عندي وجهه نظر ممكن تكون مختلفه عنكم شويه، بس انا فعلا شايف ان الفود ريفيوز مش حاجه، شايف ان هي حاجه ممكن اي حد يعملها عادي. انا ممكن دلوقتي اجيب سندوتشين واقول لك انهي احلى سندوتش فيهم، وكلهم نفس الراي. سبحان الله سبحان الله، كلهم راحوا جربوا المسحب بتاع بازوكا وقال لك ده 100 وكلهم راحوا بلبن وقال لك القشطوزه تمام. نصيحه اليوم عيشوها بالسحتوت، روح هات 50 جرام لحمه ب5 جنيه وهات لك صباع بتنجان على شريحه كرومب. ما تنساش تدوس لايك لو الفيديو عجبك، تعمل سبسكرايب واعملوا لي فولو على انستجرام. بحتاجكم، بطلب منكم حاجات تبعتوها لي في رسائل، فنتعب شويه بعد اذنكم يعني. لو وصلت لحد الحته دي في الفيديو اكتب اوردر اكل، ايوه اكتب اوردر اكل، اكتب لي اسم المطعم واكتب لي الاوردر وبس عادي يعني. وشكرا تاني على 20000 وبحبكم. يلا هتكل انا بقى، عايزين اي حاجه؟ السلام عليكم.